تعالى اوريك طلب المدرب الجديد للنادي الاهلي ياس سورب يا ابو الكباتن. طبعا كلنا شفنا ياس سورب وهو بيتفرج على مباراه مصر امبارح امام غينيا بالساو، وكلنا قلنا ايه الهدف ان الراجل ده يروح للمنتخب. وطبعا في ناس كتير عارفه ان معظم المنتخب لعيبته من النادي الاهلي، والراجل ده كان ليه تصريح ان هو عارف ان معظم اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب المصري لعيبه في النادي الاهلي، وده شيء ايجابي بالنسبه للراجل. ولكن الراجل رايح مش بس عشان يتابع لعيبه النادي الاهلي، الراجل رايح لانه اتكلم مع مجلس اداره النادي الاهلي في بعض الاحتياجات الفنيه اللي الفريق محتاجها، منها مثلا على سبيل المثال مركز راس الحربه اللي النادي الاهلي قال للراجل احنا عندنا 2 خيارين متاحين، وهو مصطفى محمد نجم منتخب مصر والمحترف في الدوري الفرنسي ولكن ده سعره غالي شويه، وعندنا الخيار الثاني اسامه فيصل وده سهل نجيبه. فالراجل قال لهم خلاص اتفرج على ماتش المنتخب ومن بعدها نبدا نقرر. ولكن بعد مستوى مصطفى محمد اعتقد مصطفى محمد ممكن يتاجل شويه، خصوصا يعني انك هتدفع فيه رقم كبير جدا في المستوى اللي هو ظهر فيه الفتره الاخيره، يعني الاهلي ممكن ما يدفعش فيه الرقم الكبير. واللاعب الثاني اللي النادي الاهلي برضه حط في اعتبارات الراجل والراجل كان بيتابعه في الماتش بتاع امبارح كان طبعا نجم منتخب مصر القادم بقوه ابراهيم عادل، لان كلنا عارفين ان ابراهيم عادل النادي الاهلي من فتره كبيره جدا وهو حاطط عينه عليه، ولكن كان بيلعب في بيراميدز، ولكن حاليا ابراهيم عادل بيلعب في الدوري الاماراتي، فالموضوع سهل جدا ان النادي الاهلي يخلص فيه زي ما خلص قبل كده في حسين الشحات وغيره وغيره. فالراجل ده راح يتفرج على المباراه لهدف، وافتكر كلامي ده كويس جدا، خلال فتره قريبه جدا مش بعيد تشوف ابراهيم عادل في الجزيره مره ثانيه، مش في الجزيره الاماراتي، لا في جزيره الزمالك.